فوق السما السابع، حميكي رب العالمين من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة محروسة. برنامج بإيدينا النهارده بيتوسط موسمه الثامن. جريدة الموانئ الإخبارية ده موسمها الثامن. رقم 8 بالنسبة لنا رقم جيد جدا، والسنة دي الرئيس السيسي 8 سنة له. طيب مصر إن شاء الله هتشوف الخير على رقم 8. لو قلنا ال7 سنين العجاف عدوا، فعندنا مؤتمر مناخ، عندنا تطويرات، عندنا مشاريع جديدة داخلة إن شاء الله مع بداية 23 هنسمع كل خير. احنا هنا في اسكندريه عروس البحر المتوسط اللي قالوا عنها هتغرق ابتداء من سنه 2025. كان موجود معانا النهارده الفريق اسامه ربيع. المفروض ان انا بعمل انترو بعمل فينال، بدايه ونهايه. لا يا فندم، البدايه هي النهايه، عشان هنختم باخر كلمه قالها نائب رئيس جمعيه رجال الاعمال، قال تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وافتكر هيكون ختام حلقه رائعه. تعالوا نشوف اللي حصل النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المحافظ، معالي الفريق، أنا يعني مش محضر كلمة أقولها كده، أنا عاوز أخرج بره النص بعد إذنك يعني. أنا طبعا برحب بحضرتك يعني. معالي الفريق، متشكر جدا 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 لحضرتك السبب في كل هذا الجمع. طبعا معالي المحافظ، كل الجمع ده من إخواتنا وحبايبنا وأساتذتنا في نقل البحر. الحقيقة في ناس كمان حتى ما جاتليش الفرصة إن أنا أشوفها بقالي فترة طويلة جدا. الحمد لله إن هم موجودين معانا. لا، في طبعا قناصل الدول الجداد كلهم لم تتح لي الفرصة إن أنا أروح أهنيهم، فالحمد لله إن أنا شفتهم هنا النهارده. فالحقيقة جمع متميز، والأكاديمية وكل الحقيقة، الأكاديمية البحرية، هيئة السلامة، المنطقة الاقتصادية هيئة قناة السويس، الحاج سعيد. الحاج سعيد بقى بالمناسبة هو أحدث أعضاء اتحاد الموارد البحرية العربية. معالي الوزير طبعا يسري الجمل. أنا الحقيقة عاوز أقولهم كلهم بالاسم واحد واحد يعني، بس أنا طبعا أهمهم والفخر ليا أستاذي اللي هو حاتم القاضي. اللي هو حاتم القاضي إن هو يشرفنا رغم كل الظروف اللي هو بيمر بيها، بس هو الحمد لله زي القمر ما شاء الله. فيعني برضه دي سعاده ليا ان هو يعني الحمد لله. وكل اخواننا طبعا في النقل البحري الاكاديميه. الحقيقه مش عارف اقول مين ولا مين يا فندم، انا محتار يعني. اخويا برضه اللي مربيني اللي هو شريف حمدي الغواصات يعني الحقيقه كل الناس ليها افضل علينا. لو محمد يوسف زميل طويل يعني، من اول ما كان ضابط اول غواصه ده انا كنت قائدها. فالحمد لله يعني. معالي الفريق، يعني الحقيقه قناه السويس، انا مش عاوز اقول ان احنا بنكرم حضرتك، انا عايز اقول ان احنا بنشكرك على اللي انت قدمته للنقل البحري العالمي، للاقتصاد العالمي، وطبعا مصر. يعني مفيش حاجه اسمها تكريم، التكريم الحمد لله حضرتك مستمر في العطاء، انما هي مجرد كلمه شكر مننا كمجتمع نقل بحري لحضرتك على اللي بتقدمه لمصر. طبعا الشكر موصول لمعالي المحافظ. جهد حضرتك في اسكندريه يعني واضح ان حضرتك بتشتغل في اسكندريه، بس حضرتك ليك حق. بس ان شاء الله على ايد حضرتك هترجع، مش ترجع، هي فعلا عروس البحر المتوسط. ومتشكرين يا فندم جدا، لان برضه وجود حضرتك ده تشريف كبير لنا ولمجتمع النقل البحري. في البدايه الشكر للساده الحضور، وخصوصا السيد اللواء البدوي طبعا رئيس اتحاد الموانئ العربيه، ومعالي المحافظ والسيد اللواء حاتم القاضي، وكل زملائي في النقل البحري والقوات البحريه والاكاديميه العربيه للنقل البحري وكل الموجودين. تحياتي الطيبه ليكم جميعا. وحقيقه ان انا يعني تعجز الكلمات عن اني ارد الشكر اللي حصل النهارده ده والكلام اللي اتقال. اللي انا يعني عايز اقول ان انا اللي اتشرفت بالمكان اللي انا توليته عشان اختم بيه خدمه طويله في القوات المسلحه. الحمد لله قناه السويس دايما بتشرف اي حد
بيتولاها او بيشتغل فيها. فالشكر لكم جميعا، وانا سعيد طبعا ان انا متواجد النهارده بينكم. الحقيقه ان انا هتكلم برضو على قناه السويس في عجاله، مش هطول ان شاء الله، وعلى المشروعات اللي بتتم في قناه السويس واهميه قناه السويس الجديده بالذات. يعني لو اتكلمنا على المشروعات البنيه التحتيه اللي بداها سياده الرئيس في 2014 من اول ما تولى، كان قاطره المشاريع العملاقه اللي بداها سيادته كانت هو قناه السويس الجديده. فده كان بدايه المشاريع العملاقه اللي امتدت بعد كده بقى للطرق وللكباري وللزراعه وللصناعه والعلاج الصحي، سواء كان فيروس سي او الكبدي او السرطان او الحاجات اللي بتتعمل في الدوله. العشوائيات اللي كانت موجوده في مصر وازاي سياده الرئيس قدر يتغلب عليها، والناس دلوقتي ما بقاش فيه تقريبا عشوائيات خالص في مصر اللي كانت سبه في جبيننا كلنا يعني. فهو احنا مش بنتكلم على مشروع عملاق وخلاص، لا، ده مشروع عالمي اثر في العالم كله. 12% من التجاره العالميه بتمر في قناه السويس. اهميه قناه السويس بالنسبه للعالم، وبالذات يمكن ظهر لينا كلنا في حادثه ايفر جيفن اهتمام العالم ازاي كان بقناه السويس، والاخبار كلها اللي كانت متصدره، كل الاخبار ونشرات الاخبار العالميه كلها منتظرين قناه السويس تتفتح، وعلشان الناس تعبر او التجاره تعبر في قناه السويس اللي قعدت 6 ايام مقفوله. الحقيقه ان احنا برضو قناه السويس كان ليها يعني قناه السويس الجديده برضو من ضمن غير المدن اللي اتعملت بقناه السويس الجديده، برضو بقى في شريان للحياه جديد، بقى في مدينه الاسماعيليه جديده، في مدينه السويس الجديده دلوقتي بتعمل مدينه بورسعيد، في المنطقه الاقتصاديه اللي برضو شارع بورسعيد اتعملت برضو من ضمن المشاريع اللي اتعملت عشان قناه السويس الجديده. الانفاق ال6 انفاق اللي اتعملوا برضو كل ده مع قناه السويس الجديده واهميه قناه السويس الجديده لمصر وللعالم. طيب قناه السويس الجديده قدمت للعالم كله وقدمت لمصر كتير قوي. اولا طبعا زادت الايرادات بزياده عدد السفن والحملات اللي بتعبر في قناه السويس، وقللنا زمن العبور من 22 ساعه ل 11 ساعه بفضل قناه السويس طبعا الجديده. وفرت 53 مليون طن مكافئ انبعاثات كربونيه من خلال من 2015 ل 2022. من ساعه افتتاح قناه السويس وفرت الكميه دي من الانبعاث الكربوني. يعني برضه قناه السويس الجديده وقناه السويس الموجود دلوقتي بيساهموا في عمليه المناخ والبيئه وتاثيرهم على المناخ، لان السفن دي كلها الاعداد الكبيره دي اللي احنا هنقول دلوقتي ان هم وصلوا ل 23,000 سفينه عبروا، يعني السنه اللي فاتت كانت 22,000 سفينه، السنه الميلاديه يعني لغايه ديسمبر الجاي 23,800 سفينه عدوا في قناه السويس. كل ده وفر وقود عن انه يعبر في راس الرجاء الصالح. يعني احنا برضه ان احنا وفرنا حوالي 15 مليون طن وقود السفن دي كانت تستخدمها لو عبرت في راس الرجاء الصالح. وبالتالي شوف تاثير اللي احنا عملته قناه السويس الجديده على العالم كله وعلى المناخ كمان. برضه نجحت قناه السويس في عبور اجيال جديده ما كانتش بتمر قبل كده. 8 سفن بتاع ايفر جرين حمولها 224,000 طن، طاقه اصطناعيه 24,000 حاويه، الغطس بتاعها 16.3، احنا وصلنا لغايه دلوقتي 17 متر في الغاطس و6 من 10 وعرض كان 61 متر. عبور اول للسفن 1707 سفينه اول مره يعبروا في قناه السويس، سفن جديده يعني، ودفعت 720 مليون دولار. برضه غاز مخطوط ملاحيه جديده 4312 سفينه ودفعت 757 مليون دولار. افضل لقاءاتنا اللي عملناها الفريق اسامه ربيع رئيس وقائد كتيبه قناه السويس باسم جمهوريه مصر العربيه. اهلا وسهلا بحضرتك. نورت حفلتنا النهارده يا فندم. تحدثت عن مشروع تاريخي لتعمير سيناء وما تم فيه من موافقه فخامه الرئيس خلال ثانيه. حضرتك بتقول بمجرد ما عرضته على فخامه الرئيس قام المفاوضات. المشروع ده هيودينا لهد فين؟ اولا هيدينا تطوير بحيث البراميل، زياده الانتاج السمك اللي كان من 4000 طن في السنه ل 11,000 طن في السنه في المدى القصير، في المدى المتوسط 50,000 طن. هنوسع براميل ونعمقها ونعمل قناه شعاعيه ونطهر المحيط. التطهير اللي هيطلع من البخار ده او الرواسب هيعاد تطهيرها مره اخرى وتنقيتها، وبعد كده يتم زراعتها في سيناء، وبذلك هيزداد المساحه المزرعه، المساحه الخضراء والزرع، وهو المشروع اللي مصر تقدمت بيه في كوب 27. طب يا فندم التعمير الجنوبي، التعميق الجنوبي اللي بيحصل، هل هيحمينا مره ثانيه من مشكله كما حدث قبل كده؟ ان شاء الله في برجلين وامثالها؟ لان احنا طبعا بنعمل
توسعه لقاعه الشارع 40 متر وعمق من 66 قدم ل 72 قدم. ده هيعمل تسييف حركه بنسبه 28% للتلت. الناس هتشعر فعلا بان الكيرفات اللي كانت موجوده في القاعه الكبيره دي وتاثير التيار على المراكب بنسبه 30%. قولوا لي بعد الفريق مهاب وبعد الفريق اسامه ربيع هنفخر ونزهد مين اكتر من اللي احنا فيه النهارده؟ شكرا يا فندم، نورت برنامجنا. وفي حفل تكريم معالي الفريق اسامه ربيع، شخصيه حقيقه وفعلا تستحق التكريم. لكن خليني في البدايه واقول ان انا قاعد منتهى السعاده. ربما اللي كانوا قاعدين معانا في الصالون عارفين انا سعيد ليه؟ سعيد لان احنا فكرنا في حاجه رائعه اختارها شخصيه فاضله ومحترمه بنساعد بيها البسطاء والغلابه اللي عايشين معانا في اسكندريه. طبعا لا تحديد لاي اسماء مهما كان، ولكن منتهى السعاده فعلا لاني حاسس ان انا حتى وجودي النهارده معاكم رغم ان انا كنت جاي صدقا ان انا اسلم عليكم واسلم على الفريق اسامه ربيع وامشي، ولكن وجدت ان هو يعني ربما ربنا بعتني عشان اسر بسيطه جدا هتسعد جدا. منتهى السعاده، كان اول مره التقي بيه. منتهى الادب، منتهى الذوق، امكانيات، حاجه شخصيه عاليه المقام. بقول الكلام ده بصدق. ومنذ هذا اليوم ارتبطت بيه بعلاقه طيبه جدا وعلاقه قويه، وشاء القدر ان احنا نلتقي في الحج هذا العام، فكنت سعيد بلقائه. الحقيقه الحديث عن معالي الفريق طويل جدا، لكن انا هختصر عشان ادي الفرصه والحديث لي، وسعادتي كبيره جدا بوجودي معاكم. كلمه اخيره واحده عاوز المقيمين في اسكندريه يعرفوها. انا بطمنكم على اسكندريه وبطمنكم على المشاريع الضخمه اللي بتقام وهتقام في اسكندريه. محدش يتخيل الخريطه الضخمه اللي مجهز بيها فخامه الرئيس لاسكندريتنا الجديده عشان ترجع عروس البحر الابيض المتوسط. انا كمحافظ مش في حل انا اقول المشاريع الضخمه القادمه، لكن الناس بدات تشوف حاجات بسيطه. عندنا افتتاحات قادمه قويه جدا، سواء بتنفذها الدوله والهيئه الهندسيه او بينفذها المحافظه. هامش تكريم الفريق اسامه ربيع كان معانا معالي الوزير محمد بيه الشريف محافظ الاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم وسعداء بوجودكم معانا في اول حفل تكريم معالي الفريق اسامه ربيع. يا سلام على الكلام الجميل، ربنا يخليك لنا يا فندم. محمد بيه الشريف من ايام ما كان مدير امن الدوله في الاسكندريه او الامن الوطني في الاسكندريه، ثم بعدها مدير امن الاسكندريه، ثم رحل الى الجيزه وعاد الينا مره اخرى. انت ابن الاسكندريه حتى لو لم تولد في الاسكندريه، شايف المشاريع القادمه هتكون شكلها عامل ازاي؟ اولا ده اكيد لان انا بعتبر نفسي احد ابناء اسكندريه، مواطن سكندري من الدرجه الاولى. الفتره قعدتها في اسكندريه فتره طويله، وبسعد باي مشاريع تعملها الاسكندريه. خلينا نتكلم بالنسبه للمشاريع اللي عندنا. مشاريع ضخمه كبيره بتشرف عليها الدوله والهيئه الهندسيه والقوات المسلحه بتنفذها، ودي بيتابعها فخامه الرئيس الشخصيه. وفي مشاريع بتقوم بها محافظه اسكندريه بتبقى اقل في حجمها او اقل في لكنها جوهريه. لكنها جوهريه. واسمح لي بالنيابه عن المواطن السكندري اشكر سعادتك على مشاريع الصرف الامطار والصرف الصحي. صحيح قالوا ان هم عطلوا الطرق، لكن بالامانه بعد موجه الامطار الاخيره احنا عرفنا دي قيمتها عامله ازاي. لازم نوضح للمستمع والمشاهد ان احنا لا الثلاث مشاريع اللي عملناهم دول 3 مشاريع من مرحله بتضم 9 مشاريع. دول بيستوعبوا 8% فقط من كميات الامطار، يعني لسه الحل قدامنا طويل. احنا عاملين مشروع ضخم جدا اسمه استراتيجيه المتكامله لفصل مياه الامطار عن الصرف الصحي، عشان كل ما يحدث احنا كل سنه بتزداد كميات الامطار وتزداد
هذه وزاره الامطار، فلازم نبقى احنا نستعد لهذا الامر. المشاريع دي عشان تستوعب كميات الامطار خلال السنوات القادمه، لكن هتيجي تقول لي اسكندريه السنه دي هيبقى في تراكم امطار؟ هيبقى في تراكم، لان لسه المشروع ما خلصش، لان لسه مجموعه مشاريع وعلى مجموعه مراحل لسه ما خلصتش. يا فندم شكرا جدا ودايما منورنا. شكرا جدا. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية وعلى هامش حفل التكريم الفريق أسامة ربيع بالاسكندريه، اتحاد الموانئ العربي النهارده تشرف بشخصيات كلها قامات، من ضمنها سعادتك رئيس شعبة النقل الدولي المصري. رئيس شعبة النقل الدولي كان المفروض لولا الكورونا كان في تنظيم في كيب تاون، كان في دايما احداثيات ايجابيه بتتعمل من عندكم من الشعبة. ايه راي حضرتك بعد العرض اللي عرضه الفريق أسامة ربيع النهارده، الفيديو اللي كلنا شفناه؟ والله انا مبدئيا يعني برحب بيك اسلام، وبقول طبعا النهارده كان فرصه لينا نسمع من معالي الفريق اخر التطورات في هيئه قناه السويس، الكيان اللي احنا كلنا بنعتز بيه. ومن الحاجات اللي فرحتنا ان هو ايرادات الهيئه زادت وعدت داخله على 7.8 مليار. ده رقم طبعا غير مسبوق، وده رقم يعني يؤيد الرؤيه الاستراتيجيه لمصر برئاسه معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو عملنا موضوع تعميق قناه السويس، وعملنا موضوع قناه السويس الجديده، وبنعمل كمان الجزء الجنوبي الجديد اللي في الازدواج. ده يؤكد ان مصر ماشيه على الطريق الصحيح. يؤكد طبعا ان رجال هيئه قناه السويس برئاسه الفريق أسامة ربيع بيقوموا بما هو يعني خيرك دايما، يعني اللي حصل في البحيره ايفر واللي شايفينه على الاتفاقيات اللي حصلت مؤخرا في مؤتمر المناخ، والشرح اللي قاله النهارده معالي الفريق على المشروع الغير مسبوق اللي هو بيربط مشروع مناخي في بحيره البردوي مع سيناء. حاجه صراحه غير مسبوقه، ويؤكد ان قناه السويس دي احد الركائز الرئيسيه للاقتصاد المصري. انا بحيي معالي الفريق أسامة ربيع، وبحيي قناه السويس، رجاله قناه السويس اللي عاملين الجهد الجميل ده، وبحيي كمان الشباب الهيئه اللي هم بيقوموا بعمل الدراسات اللي هي فعلا حاجه تشرف. كل الترحاب لسعادتك، شرفت برنامجنا، ودي مش اول مره حضرتك معانا، وان شاء الله ما تكونش اخر مره. اسلام انت راجل مخلص وطني، الله يرحمك، وراجل يعني بتحب شغلك وبتحب القطاع، يعني من الناس القليلين اللي بيتكلموا على النقل البحري وعلى اللوجستيات، واحنا بنعتبر ان انت يعني احد العوامل الرئيسيه في نهضه هذا القطاع من ناحيه. طب بس احب قبل ما اختم الفقره دي احب اقول ان عيله القاضي كان فيها الاسد الكبير اللي هو حاتم القاضي، ثم الاسد الحاضر امامنا ربنا يبارك فيه
كان عندنا شبل اصبح اسد. محمود بيه القاضي هنشوفه ان شاء الله افضل واحسن ان شاء الله. باذن ولادنا الله كلهم ان شاء يعني الله حاجه تعالى تفرق ان شاء الله. باذن الله تعالى ليكون يعني نبراسا. لا انا عايز اطمنك بقى طالما انت فتحت تمام، الموضوع ده. تمام. انا عايز اطمنكم على الجيل الثالث. احنا دلوقتي ده الجيل الثاني اللي هو جيل محمود بقى. محمد مصلحي ومدحت الغضب ومروان السماك وطارق فهمي ووليد بدر ده الجيل الثاني. وعبد ده الجيل في بقى الثاني. الجيل الثالث. انا بقول لك ان شاء الله هيطلع احسن من ده. باذن الله تعالى واحسن منكم بتعليماتكم ان شاء الله. مصر بخير. مدحت بيه القاضي، سياده الفريق اسامه، سياده اللواء عصام، معالي المحافظ. يا جماعه احنا عندنا يعني جيل ان شاء الله ان شاء الله نلاقي احسن منه. مش هنقول مش هنلاقي زيه، لا نلاقي احسن منه، بس بتوجيهاتهم. وعلى هامش نفس الحفل ونفس التكريم معانا استاذنا المحترم عبد العال بيه علي. عبد العال بيه علي يعني الجمعيه البحريه المصريه، يعني كل مسببات صناعه النقل البحري وطرق نجاحاتها في ايد الراجل. مع كامل احترامي وتقديري ان انا كمان ما وفيتكش حقك. حضرتك شايف النهارده سياده الفريق اسامه ربيع في كلمته قال انا عرضت الموضوع على فخامه الرئيس وقال لي نفذه. الكلام ده كان اول امبارح يعني حصري لبرنامجنا ولجريدتنا جريده الموانئ الاخباريه ان سياده الفريق اسامه ربيع بيقول انا خدت مشروع وتعليمات من فخامه الرئيس دلوقتي. ايه راي حضرتك في المشروع؟ طبعا ده مشروع هينقل مصر نقله يعني طبقا طبعا بعد كوب 27 مؤتمر الكلام. لان طبعا سينا دي هتبقى سينا بدل ما هي فيها مناطق صحراويه وبتاع هتنقلب كلها مناطق خضراء كامله. ودي هتساعد جدا في حركه التنميه في مصر خصوصا في الزراعه. فدادين زراعيه ملايين الفدادين يعني مشروع ضخم جدا. مشروع سينا البرجويل ده هيبقى من اكبر المشاريع في تاريخ مصر الفتره القادمه. وفي وجهه نظر معاك النقل البحري يحتاج الى مزيد من الصناديق والناقلات والمواني الجافه لكي يتم نقل الزراعات وتصديرها، ولا ده هينزل للمصريين بما اننا لسه حرب روسيا واوكرانيا ما خلصتش ولسه الجفاف والمناخ وبتاع الاحتباس الحراري؟ طبقا لكلمه معالي الفريق طبعا معالي الفريق اسامه بعد ما قابل فخامه الرئيس يوم الخميس واعطاه الضوء الاخضر ان نبتدي المشروع فورا. ده طبعا الاول احنا لازم نكفي نفسنا من احتياجات المصريين طبعا. ودي طبعا وده اللي بتعمله كل دول العالم. بالظبط كده. ده مشروع ضخم معنى الكلمه. وده مشروع يعني عايز اقول لك الزراعه يعني لما سينا النهارده هننقلب سينا خضراء خلال 4 سنين نقله ثانيه. دي نقله ثانيه طبعا. يعني هي سينا كانت بتشهد المؤتمرات السياحيه. طب بس رد سريع على الجهابزه اللي بيطلعوا على الاقتصاد المصري ويقلسوا عليه. وايه اللي دخل قناه السويس في زراعه سينا؟ شوف هقول لك على حاجه. قناه السويس ضمن 3 محافظات. اولا لازم تعرف زي ما قال كده معالي الفريق شمال وجنوب سيناء. قال لك الاول قناه السويس ليه سميت قناه السويس؟ لان كان ما فيش غير مدينه السويس وقتها. وبعدين بقى الاسماعيليه ثم بورسعيد وبعدين دخلنا على سينا. طب حركه تنميه شامله النهارده. انت شوف الانفاق اللي ربطت قناه السويس بشقها. ما كانش ده عندنا قبل كده. مش موجود. ما كانش عندنا. كان نفق احمد حمدي وكوبري السلام. انفاق وعمق النفق 7 متر ونص. انا رحت شفتهم على الطبيعه حاجه مسخره. النهارده بتعدي فيها سيارات نقل، بتعدي فيها تريلات، بتعدي فيها عربيات ملاكي، بتعدي فيها كل وسائل النقل النهارده. ما بقاش في ازمه ثانيه طبعا. وكمان اصبحت ان انت بتربطك بالاسماعيليه الجديده. تروح تتفرج على الاسماعيليه الجديده وتفهم طبعا. طبعا الاسماعيليه الجديده حاجه. افتكر ان انا لو قعدت مع حضرتك البرنامج كله مش هيكفي الاسئله والاجوبه بتاعتك لاني دايما بستمتع بالاستاذ عبد العال علي. شكر جدا. بس انا احب اضيف حاجه ان معالي الفريق النهارده طمنا على قناه السويس. قناه السويس السنه دي ان شاء الله توصل ل 7 مليار 800 مليون. كمان حركه السفن في زياده ودي حاجه طبعا تشرف مصر. والناس اللي كانت بتهاجم قناه السويس الجديده النهارده المفروض بقى يسكتوا ما يتكلموش خالص. شركه الجرافات المصريه سمعنا عن ايفر جيفن لما وقفت في قناه السويس ولقينا في الاخر ونش صغير بيعمل كده. رئيس وزراء السويس السويد اتكلم وقال المصريين بيفكوا ايفر جيفن بونش صغير. الجرافات
ما كانش حد عارف يعني ايه كرافه ولا جرافه، ما كانش حد عنده معلومات عن الموضوع ده خالص. وكان عندنا الشركه المصريه الهولنديه للتكريم، انما دلوقتي عندنا الجرافات المصريه. ادينا نبذه يا فندم. والله احنا شركه الجرافات المصريه اللي هي شركه الجرافات المصريه الاماراتيه شغاله في مصر من قناه السويس الجنوبيه في 2015 2015. تمام. كانت هي اللي بتقود اللي هو تحالف الشركات. تمام. له حق بقى رئيس وزراء السويد ان هو ما سمعش عنها؟ لا طبعا، ازاي بقى يعني؟ احنا شركه عريقه تعمل في مجال التكريك من 50 عام يعني. تمام. واحنا موجودين في مصر من 2014 وانهينا الحمد لله قناه السويس الجديده 2015 واحنا شغالين حاليا في مشروع قناه السويس التطوير الحالي مع هيئه قناه السويس في اعمال التطوير، واحنا شركاء. وفي مقركم في اسكندريه يا فندم؟ لا، مقرنا في القاهره. احنا اساسا من النظام ومقرنا في القاهره. المقر الرئيسي في القاهره. اسمح لنا بزياره لمشروعاتكم عشان نعرف المواطن المصري يعني ايه الجرافات المصريه الاماراتيه. شكرا يا عمرو بيه. شكرا. الأكاديمية العربية ليست بعيدة دائما عن أي حدث يخص قطاع النقل الملاحي، قطاع النقل البحري بصفة عامة. معانا نائب رئيس الأكاديمية العربية الدكتور مصطفى الرشيد. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دكتور مصطفى الرشيد ما هياش المرة الأولى اللي بيبقى معانا فيها بأي خبر أو أي توثيق. كان معانا في اتحاد المعلومات العربي، كان معانا في البرلمان. برنامجنا كان دائما حافلا بتواجده، إلا إننا الحاجة الوحيدة اللي ما عملناهاش إن إحنا ما جيناش مكتب ساعتك عملنا مقابلة مع حضرتك هنا الحلقة كاملة على حضرتك. يعني ده يسعدني، يعني الواحد حتى كمؤسسه اكاديميه شؤون عربيه وكماسك ملفات البحر العربي والمال الدولي والاجتهاد، فيسعدنا مع حضرتك في كل حاجه. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. عايزين نقول ان كنا هنتكلم مع الدكتور مصطفى عن المؤتمر اللي تحدث فيه النهارده الفريق اسامه ربيع وعن انجازات الجمهوريه العربيه المصريه على الارض والواقع، كوب 27، مشروعات تطمين قناه السويس. انما الدكتور مصطفى هو اللي قال لنا قبل الحلقه انا هقول لك خبر حصل. ايه هو؟ اول حاجه خلال يوم الاثنين والثلاث اللي فات كانت اجتماعات الدوره 35 لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي. يعني يوم الاثنين كان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب دوره 69، ويوم الثلاث كانت الدوره 35 لمجلس وزراء النقل العرب وكانت ترأسه مصر بقياده كامل الوزير، وحضرتك كنت موجود حتى في هذا الكلام. طبعا في مجموعه من هذه الاجتماعات صدر عنها مجموعه من القرارات، والقرارات دي برضه مرتبطه بالموضوعات بتاعتنا في نفس الوقت. من اهم القرارات اللي صدرت ان في دراسه جدوى بتكليف للاكاديميه من مجلس وزراء النقل العرب على وضع آلية عربية وقاعدة بيانات لصناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية. على احتذاء اتحاد الموانئ البحرية العربية والمنصة الشرقية. لا، ده قاعدة بيانات كمنصة جزء، وآلية عربية لصناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية. تمام. لتحقيق التكامل والترابط بين الدول العربية في مجال هذه الصناعة. جميل. وفي نفس الوقت بتتفق مع توجهات حكومة مصر العربية بالنسبة للخطة 100 مستدامة 2030، وركن رئيسي في هذه الخطة وهي إصلاح وبناء السفن في مصر. وعلى هامش اللقاء دكتور محمد محي نائب رئيس جمعيه رجال الاعمال. اهلا وسهلا بحضرتك. نورت الدنيا كلها. النهارده الفريق اسامه ربيع امتعنا بمجموعه من حزمه المشروعات القادمه اللي هي ايه لو تم تنفيذها بالدقه اللازمه، وده المتوقع منه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر دي هتبقى احسن من عهد سيدنا يوسف ان شاء الله تعالى. ليه؟ لان ايام سيدنا يوسف كان 2 مليون مصري، 1.5 مليون مصري، انما احنا دلوقتي 110 مليون مصري. بالظبط. ايه رايك في المشروعات الجديده اللي تم طرحها النهارده في الحلقه؟ انا بقول لحضرتك احنا لولا كورونا ولولا الحرب الاوكرانيه كانت 2020 خلصت. كنت تتفرج مصر دي كانت زي مصر بقى. مصر كانت طالعه زي الصاروخ ما شاء الله، ما شاء الله، بفضل توجيهات ومشروعات وتخطيط معالي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ربنا يجازيه عنا كل خير طبعا. باذن الله في اللي بيعمله لنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. انا متوسم خير ان شاء الله في مصر، واحنا كجمعيه رجال الاعمال بنعاني من شويه حاجات بس لازم نستحمل.
دي حاجات خارجه زي عننا. اي مواطن في بالظبط. الشعب المصري. احنا طلعنا من موضوع كورونا اللي اثر على العالم كله، وانت عارف اثر قد ايه. دخلنا في موضوع الحرب الاوكرانيه والروسيه، ودي طبعا ما فيش حد في ايده فيها حاجه في العالم كان كله. ممكن القمح اللي اتمنع كان ممكن يجوعنا بالظبط. انما لولا ربنا وفقنا وعندنا رئيس عنده سياسه رشيده، مش بقول لحضرتك احسن من عهد النبي يوسف باذن الله. عشان كده ان شاء الله خير، واحنا متوقعين اللي جاي خير، وربنا يكرمنا باذن الله. وانا كمان متوقع لقطاع النقل البحري ان شاء الله مزيدا من الازدهار بعد الحاجات المشروعات اللي احنا شفناها النهارده، وبعد التوسع اللي تم في ميناء الاسكندريه وفي موانئ جمهوريه مصر العربيه، وبعد ميناء ابو قير والتوسع والفتوحات الكبيره اللي اتعملت في ابو قير. فانا متوقع ان شاء الله كميه الصادرات والواردات هتزيد. زي ما بقول لك سياده الرئيس، ان دوله من غير موانئ، دولة من غير أسطول لا يمكن إطلاقا تتقدم، لأن الغير هيبقى متحكم فقدت الوصلة بينها وبين العالم، وبالتالي الدخل ما تقدرش تسيطر على الدخل القومي بتاعها. واحنا ما شاء الله عدد الموانئ في عدد الموانئ لا ومش كده بس، والابجريد بتاع الموانئ وتحديث الموانئ هو ده ما شاء الله، هو ده اللي ان شاء الله هيودينا في حته ثانيه باذن الله. لما الكلام ده يصدر من دكتور محمد ماحر نائب رئيس جمعيه رجال الاعمال، وانا بتكلم من حيث الوظيفه، اذا فنحن على الطريق الصحيح باذن الله تعالى. والا كان قال لنا لا ده في مشكلات، لان انا مش اول لقاء ليا مع الدكتور، ان شاء الله قبل كده قعد وقال لنا المشاكل اللي حاصله وحلها كذا وكذا وكذا. انا متوقع خير وان شاء الله باذن الله. مش هقدرش اقول الا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احلى ختام نني بيه. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميكي رب العالمين من الضل